خير يا مستر سامح، ايه اللي حصل؟ كل الداتا بتاعت الشركه اتسربت في السوق. كل المشاريع، اجور الموظفين، الافكار بتاعتنا كلها اتسربت. احنا في كارثه، واللي هيشيلها انا وانتي. خالد بتاع الاي تي فين؟ يعني ايه لسه ما جاش؟ كلموه يجي بسرعه. طب ممكن اسال سؤال بس؟ اهدى بس حضرتك، ممكن تقول لي ازاي اتاكدت انها اتسربت؟ رائف هو اللي بلغني بالمصيبه. صاحب شركه اكوان اللي بينافسنا في كل مشاريعنا هو اللي اتصل بيه وقعد يتريق عليه وعلى التيم بتاعه اللي مش عارف حتى يحافظ على اسرار الشركه. طب مش يمكن دي حركه من الشركات بتعملها مع بعض؟ يا ريت. ده باعت له نسخه من التسريبات اهي قدامك، شايفه؟ وعايز اقول لك كمان ايه بقى؟ رائف بلغني لو ما عرفناش مين ورا الموضوع هنبقى بره الشركه انا وانتي. هو رفعت فين؟ اول واحد شكيت فيه زيك، بس للاسف الداتا دي مش موجوده غير عندي وعندك بس. ارجوك يا ملك اتصرفي، هنروح انا وانتي في 60 داهيه. لا سيب لي حضرتك بقى الموضوع ده، انا هتصرف. عن اذنك.